مشاهدينا الكرام، أهلا بكم والفقرة الأخيرة من هذه الحلقة من أما بعد. عشرات ولا أتجاوز حين أقول المئات من المراجع والمؤلفات كتبت عن فضل الحضارة العربية الإسلامية على الحضارة الغربية، وما زالت مجموعة من العلوم يعني مسماه باسم من أسهم فيها إسهاما كبيرا من العلماء العرب كالخوارزمي وجابر بن حيان، وما زال علم الجبر نسبة إلى العالم العربي المسلم جابر بن حيان. في هذه الفقرة هنتكلم عن علم من العلوم التي تعد حديثة جدا، بدأت في القرن ال19، لكن العلوم الإسلامية والقرآن الكريم ربما وضع أصولا لهذا العلم منذ 14 قرنا. أتحدث عن علم الوراثة البشرية. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الدكتور حاتم صالح، وهو رئيس وحدة أبحاث الوراثة البشرية بالمصل واللقاح. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. علم الوراثة يا فندم يعني من العلوم الحديثة نسبيا مقارنة بعلوم أخرى سبقتها، لكن يعني دايما بنتكلم عن الضوابط الإسلامية في علم الوراثة، خاصة فيما يتعلق بالوراثة البشرية تحديدا. العالم الإسلامي فضل لسنين بيتابع مسألة النعجة دولي ومسألة الاستنساخ، وده كان أول صدام بين العقل العربي الإسلامي وبين المنجز المتعلق بعلم الوراثة. خليني أخذ نبذة عن تطور علم الوراثة وكيف أتت لك الفكرة أن تعمل على فكرة وضع أو الوقوف على الأصول الإسلامية لهذا العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أحب أضيف كلمة تأصيل العلم. تأصيل العلم الوراثة هو أصلا تأصيل إسلامي. أما المقصود بوضع العلم المنهجية العلمية اللي هي بتفترض فروض ومنها بعد كده طرق لإثبات هذه الفروض وصحتها ونتائج ودراستها وخلافه، وتثبيت متغيرات ودراسة متغير كل على حدة، ده اسمه العلم. أما الإسلام فهو أشمل وأوسع. لماذا؟ لأنه فعل التأصيل العلمي، والتأصيل العلمي هو وضع ضوابط وقوانين للعلم مع ربط العلم بالحياة والدين. وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا حينما وضع التأصيل العلمي لعلم الوراثة. بس دعنا الأول نعرف بسرعة ما معنى كلمة الوراثة. الوراثة هي انتقال الخصائص أو الصفات الوراثية من الأسلاف إلى الأبناء مرورا بالآباء. طبعا الخصائص دي بتميز كل فرد على حدة أو كل عائلة على حدة، لكن في المجمل هي تنتقل من خلال الشريط الوراثي المسمى بالدي ان ايه. تتخيل معي أن القرآن منذ أكثر من 14 قرنا وضح للعالم أن الجنين الذي يتكون من نطفة أو أمشاج هو ينتقل نصفه من الرجل ونصفه من المرأة. تخيل أن العالم حتى القرن ال18، وخصوصا العالم الهولندي، ولا أعرف كيف سموه، عالم هولندي كان اسمه هاتسوكر، هو هولندي، قال إني رأى تحت المجهر في الحيوان المنوي للرجل وجد فيه قزم صغير الحجم وبكافة تفاصيله، وأنه لا يحتاج فقط لكي ينمو إلا لمعون يدخل وهو رحم المرأة، يعني المرأة لا تشارك بشيء. تخيل في القرن كام؟ ال18. طبعا ده تهريج، لأن طبعا افتراض من فرضيات ليست لها أساس من الصحة، لكن للميثولوجي يعني. يعني للخيال العلمي أكتر. وإنه هو بينمو، وحينما يكتمل نموه فإنه يطالب بحريته فيطرق الباب فيخرج. طبعا الإسلام من أكثر من 1400 سنة وضح هذا. وأهم صورة كانت الصورة اللي قال عليها ربنا في سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. استوقفتني كلمة شعوبا وقبائل، لأن كلمة شعوبا دي إزاي تيجي قبل قبائل؟ المفروض الأسرة، القبيلة، البطن، الشعب، ثم الشعوب. لا يمكن أبدا أنها يعني يقفز بالنتيجة النهائية للنتيجة
الاماميه. يعني انت بتجيب اخر حاجه تحطها اول حاجه ازاي؟ هل انت بتبني العماره من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ فدي لها حكمه عظيمه، هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دعوته امميه للعالم كله، وبالتالي فيها نسبه من تحريض المسلمين على ان يتزوجوا من الاباعد. والأباعد مقصود بها الذين يبعدون عنك في النسب، لأن الزواج من الأقارب ثبت علميا الآن أنه يزيد من فرصة الأمراض الوراثية، وخصوصا الأمراض التي لا علاج لها ولا شفاء لها، مثل التشوهات الجنينية، مثل أمراض السكر، الأمراض المزمنة، ضغط الدم وخلافه من الأمراض. وده بنلاحظه، وللأسف الأمة الإسلامية الآن تختلف عما كانت من قبل. ففي آخر إصدار قامت به منظمة الصحة العالمية في عام 2014 وجدت أن زواج الأقارب في المنطقة العربية أعلى نسبة لزواج الأقارب في العالم. تخيل أن المملكة السعودية 54%، ثم تأتي مصر بنسبة 40%، ثم تأتي الكويت بنسبة 37%. فنحن أكثر الدول انتشارا بالأمراض التي تنتج من زواج الأقارب. مع أن في الماضي كانوا أول حاجة طبعا هذه الآية التي وضحت أمميتنا، وأننا يجب ألا يكون هناك عرق مميز أو عرق سائد على قوم أو تعالي وفخر بعرقية. كان أصحاء ولا يعانون من هذه الأمراض، لكن الآن بيعانوا منها نتيجة هذه الأمراض. طبعا في أحاديث كثيرة جدا أحب أنوه عنها، وخصوصا أن دراسات الحديثة أثبتت، طبعا برضو أثبتت صدق هذه الآية. تخيل أنه تم دراسة أجريت من جامعة باركلي في أمريكا، بتقول أن البشر يرجعون في نسبهم إلى أم واحدة، وهذه الأم تسمى حواء ميتوكوندريا، يعني هم أطلقوا عليها هذا نسبة أن الوراثة تأتي ويمكن تتبعها من خلال الميتوكوندريا في الأم، وثبت أنها عمرها أكثر من 150 ألف عام وعاشت في شرق أفريقيا. وهذا يدحض جميع الآراء مثل نظرية داروين بتعالي أجناس على أجناس وتفضيل أجناس النشوء والارتقاء، اللي هو قال إن في مجموعة من البشر هم أعلى superiority، وفي مجموعة تانية متدنية. هذه المجموعة المتدنية ارتقت سلم الارتقاء، فهي لا تستحق أن تكون إنسان، ومما أعطى لكثير من محبي الاستعمار والاستبداد في العالم كله أن يقوموا بقتل وتشريد أمم بحالها. يعني حتى هم ادعوا على الإسلام زورا أنه دين عدوان، لكن هم في الحرب العالمية الأولى موتوا 20 مليون، في الحرب العالمية الثانية 55 مليون، طبقا لآراء داروين، الجنس الآري وتفوق الأجناس على بعضها. هو ده مش داروينية أكتر ما هو يعني لكن هو عنصرية، أعفاهم ما هو العنصرية بنيت على هذا، أعفاهم من وخز الضمير بناء على هذا النظرية الجاهلة التي لا تمت للعلم بشيء. لكن بالنسبة للإسلام، الإسلام وضح حوادث كثيرة، منها أنه أول من وضع علم البصمة الوراثية الذي أوضعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة مجزز المدلجي. وهي قصة أنا أحب أقولها، أن سيدنا أسامة بن زيد كان لونه أسود، أما سيدنا زيد فكان لونه أبيض، وزوجته هي السيدة بركة الحبشية كانت سوداء. فلاك الناس في سمعة زيد بن حارثة وأسامة، فاغتاظ الرسول فأمر بإحضار مجازس المدلجي ده كان عالم في القيافة، والقيافة هي دراسة الخصائص الشكلية للأعضاء ومقارنتها ببعضها. ويكفي ان اقول لحضرتك ان كان عنده من المهارة ان اذا طفل وسط 20 امرأة من ضمنهم امه يقدر يطلعها بوضوح. ففعلا قام ووضع الرسول خطيفة على وجه سيدنا زيد وعلى وجه سيدنا أسامة، فرأى مجازز أرجلهم فقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، فثبت نسب سيدنا أسامة وبعدت عنه الشبهة، لأن الرسول فرح فرحا شديدا في الرواية التي قالتها السيدة عائشة. ويتضح لنا أن البصمة الوراثية كان أساسها علم القيافة التي قام به المسلمون، والتي ارتفعت بعد ذلك في التشريع والفقه الإسلامي إلى أن يكون من مجرد قرينة
إلى دليل دامغ يثبت به الأنساب الآن في المحاكم الشرعية. فبالتالي الإسلام وضح هذه النقطة. في حادثة تانية برضو الإسلام أصلها. كانت الأول قايمة على فكرة الفراسة أو المتابعة بالنظر، يعني الملاحظة بالظبط. لكن دلوقتي أصبحت قضية معملية بحتة. لكن هي نفس الفكرة، إن هو بيرى التشابه ما بين الأعضاء وبعضها. دلوقتي احنا عندنا من الوسائل نشوف تشابه الدي ان ايه مع بعضيه. القصة الثانية اللي أنا بحب أقولها واللي هي أثرت لعلم الوراثة واللي هي تجعلنا نكون فخورين بأن رسولنا هو من أسس لهذا العلم الحقيقي، أن هناك رجل من بني فزارة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن غلامي أسود وإني أنكرته، يعني هو بينكر هذا الطفل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألك إبل؟ يعني انت طبعا هيكلمه ازاي؟ راجل اعرابي جلف من الصحراء هيكلمه ازاي؟ فلازم هيجيب له حاجه من البيئه بتاعته، فجاب له الابل وقال له ما لونها؟ فقال له حمر. قال بها اورق؟ الاورق يعني سواد في بعض اجزائها. قال نعم. قال أن يكون هذا؟ قال له لعل عرق نزعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم رده وقال له وهذا عله عرق نزعه، يعني ابنك برضه ممكن يكون اجدادك كان فيهم من هذا اللون، ونفى عنه ان هو ينفي ابنه. وبالتالي كانت هذه وقعة تدل على ذكاء الرسول وعلى بعد بصيرته وفي نفس الوقت على تمكنه من العلم. في قصة ثالثة برضه، أن أحد اللي كان الرسول يدعو في مكة فجاء رجل من اليهود، فقريشيين الكفرة بيقولوا له ده رجل هناك يزعم أنه نبي الله، فقال أنا هسأله سؤال لا يجاوب عنه إلا نبي. فجلس قال له يا محمد أتعلم مما يخلق الإنسان؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما قال يخلق من نطفة من رجل ونطفة من امرأة. هذا الأمر قاله محمد منذ أكثر من 1400 عام. لم يكتشفوه إلا في القرن ال18. شوف الإعجاز قد إيه، أكثر من 1000 عام. فده دليل على إعجاز. طبعا لو أنا يعني اتكلمت في القصص مش هنخلص قد إيه إن هم تتبعوا، لكن لو جبنا مثلا من الصحابة الأجلاء زي سيدنا عمر بن الخطاب، كانوا في بنو سليم. بنو سليم دول من القبائل كان نسلها بيعتمد كله على أنهم يتزوجوا من بعضهم للقبلية اللي هم الشدة عندهم. فسيدنا عمر بن الخطاب قال باللفظ كده يا بنو سليم ما لي أراكم ضويتم يعني ضعفتم، اغتربوا فلا تضوا، يعني اغتربوا في الزواج فنسلكم يكون أفضل وأحسن. حتى القول المأثور يا إخوان باللغة العربية زمان بنات العم أصبر، يعني تصبر على المشقة طبعا للنسب، ولكن بنات الأغراب أنجب، يعني ينجبوا أحسن. وما ضرب رؤوس الأبطال كابن الأعجمية، يعني اللي يمتاز بالصفات الوراثية القوية البنيان القوي بعدما فتح المسلمون بلاد كثيرة من بلاد المسلمين وخصوصا بعد الفتوحات الإسلامية. ودي من الأسباب التي مكنها الله للمسلمين وهم لا يعلموا ان النسب او الانساب بتاعتهم اختلطت بالشعوب اللي فتحوها، فبالتالي ولد جيل له صفات اقوى بدنيا وصفات اقوى طبعا وانجب بدل ما كانوا عايشين في منطقه بوتقه واحده. هو بيقولوا يا دكتور، بس هو المساله مش عارف ليها اصل علمي ولا لا، ان المناطق بتاعه التقاء السلالات المختلفه كمان بتنتج نماذج مختلفه من البشر. هنلاقيها مثلا في اوكرانيا في منطقه التقاء القوقازيه مع الشرق مع البحر المتوسط، هنلاقيها مثلا في دول المغرب العربي التقاء اللي هو الامازيغ، التقاء الفايكنج مع القدماء المصريين زي ما احدى النظريات بتقول، وبالتالي هنلاقي جنس مختلف حتى معاييره واوصافه مختلفه عن سكان افريقيا بشكل عام. هل احنا عارفين ان في القوقازيه ومجموعه من السلالات، هل التقائهم بيديني يعني وراثه مختلفه، يعني سمات وراثيه مغايره؟ طبعا. واحنا نروح بعيد ليه؟ احنا نتكلم عن مصر. مصر بيسموها اوبن دي ان ايه بول،
يعني تخيل حوض ملتقى مفتوح من اكثر من 10,000 عام. من 10,000 عام. يتميز المصريين، يعني في امراض عندنا مش موجوده في العالم، وفي مقاومتنا لبعض الامراض عاليه جدا. فده بيدي صفات، انه بيحسن من الصفات. وعلى فكره ده طبعا الصين مثلا كدوله، انت عارف ان هم قبيله واحده اسمها الهان، ودول مليار وشويه، يعني عدد كبير جدا. اصدرت الصين بعض القرارات والقوانين الحازمه. زي ايه مثلا؟ زي مثلا انت ممنوع انك تتجوز من بنات العم وبنات او الاقارب باي صفه، باي صفه ما تكون. ده فيها عقوبه، فيها حبس، وفيها غرامه. في ايطاليا لحد سنه 1900 يعني منتصف الثمانينات من القرن الماضي، كان هناك في طريقه ان انت مثلا بتروح الخال مثلا ممكن يتزوج من بنت اخته بطريقه معينه يعني، بس بيدفع غرامه ماديه كبيره، او الاقارب بيتزوجوا بصفه كبيره جدا. اصدرت لما لقوا انتشار مرض السكر في جنوب ايطاليا لهذه العاده القميئه، الزواج من الاقارب بشكل متداخل بهذه الصوره، الحكومه الايطاليه منعته تماما، وبدات تشجع على اللي هو تزاوج الاباعد في المجتمع، لان ده افضل. ده افضل. طيب ياخد الصوره. يعني انا شخصيا الحقيقه دراستي في ثانوي كانت دراسه ادبيه، لكن انا اتذكر ان انا درست نظريه مندل، وكان الدرس متعلق بالوراثه في النبات، الدراسه اللي عملها مندل، وكانت النسبه دايما 3:1 في الجيل الثالث. هل يا فندم في الوراثه البشريه هناك نسب محدده في اجيال محدده، ولا الوضع في البشر مختلف؟ لا، الوضع في البشر مختلف، لان في امراض تتبع قوانين مندل، وفي امراض لا تتبع قوانين مندل، وكل مرض على حده. ودلوقتي دخلت عصر جديد بعد طبعا مشروع الجينوم البشري، ان توصيف الامراض عن طريق تقدير الطفرات وارتباطها ببعضها ومعدل حدوثها مع تاريخ العائله، نقدر نعرف منه المرض البروجرس بتاعه او الديفلوبمنت بتاعته قد ايه. لكن طبعا انا بقول دايما الحته ديت ان مفيش احسن من الوقايه، والوقايه خير من العلاج. صحيح. لو احنا يعني سرنا على ما قاله الله في كتاب العزيز زي ما قال في سوره الحجرات، وزي ما الرسول وضح لنا في العديد من المناسبات والاحاديث، ما كان ابدا يكون في عندنا امراض تزداد بالصفه ديت موجوده عندنا. وبالتالي اوروبا مثلا تخلص من هذه الامراض ليه؟ لانها طبقت الشريعه بمنتهى البساطه. هم يطبقوا العلم النبوي في الحد من الامراض الوراثيه عن طريق تشجيع زواج الاباعد. يعني مثلا الدول الاسكندنافيه كان منتشر فيها السكر، وخصوصا مثلا زي فنلندا بنسبه كبيره. لما بداوا يمنعوا هذه الامور عادت معدلاتها الطبيعيه، في حين ان احنا الان قفزنا من المركز ال 12 الى المركز التاسع عالميا في الاصابه بمرض السكر نتيجه لزواج الاقارب. اذا واحد من اسباب تفشي مرض السكري بين جموع المصريين هو زواج الأقارب، الذي قال ضيفنا في هذه الفقرة الدكتور حاتم صالح أنه بنسبة 40%، ونحتل المرتبة الثانية عربيا بعد المملكة العربية السعودية. هذا واحد من الأسباب التي جعلت هذا المرض يتفشى، والحل هو الزواج من خارج العائلة أو الأقارب. أنا بشكر جدا الدكتور حاتم صالح، رئيس وحدة الوراثة البشرية أو رئيس وحدة أبحاث الوراثة البشرية بالمصل واللقاح، على ما تفضل به في هذه الفقرة حول تأصيل علم الوراثة إسلاميا. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة من أما بعد. غدا فريق جديد وموضوعات جديدة. أترككم في رعاية الله وأمنه. تصبحوا على خير.